تخيل معايا ان في اتنين حضروا نفس الحفله، سمعوا نفس الموسيقى، اكلوا وشربوا نفس الحاجه اللي كانت موجوده هناك، واتكلموا كمان مع نفس الناس اللي موجودين، وهما مروحين الاتنين ساكنين جنب بعض، ركبوا مع بعض نفس التاكسي عشان يروحوا. واحد بيقول للتاني دي اسوأ حفله انا حضرتها في حياتي، الناس كانت ممله، الموسيقى كانت وحشه، الاكل كان وحش، كل حاجه كانت وحشه. تاني كده بص له باستغراب وبيقول له ده بالعكس، ده احسن حاجه عملتها من فتره هو اني حضرت الحفله دي. المثال ده بيبين الاختلاف اللي بيننا وبين اي حد تاني لما بنجرب نفس الحاجه. النظره بتاعتنا وتجربتنا للحاجه دي نفسها دايما بتكون مختلفه عن اي حد تاني. وازاي واحد قادر يشوف حاجه حلوه جدا ومستمتع بيها جدا، وواحد تاني مش قادر يتحمل نفس الحاجه دي. المشكله هنا مش في ان الحفله كانت حلوه ولا وحشه، هي المشكله هنا في نظره الناس دي للحفله نفسها. والشخص اللي بيلاحظ الحاجات اللي كانت موجوده في الحفله وبيلاحظ نفسه كمان وسط الحاجات اللي موجوده دي، فدايما بتكون نظرتنا وتجربتنا مختلفه. وزي ما احنا ما نقدرش نسمع من غير ودنا ولا ندوق من غير لساننا، برضه مفيش مشكله هنقدر نعيشها من غير ما حد يقول لنا ان دي مشكله اصلا. وده معناه ان غالبا مش بيكون في مشكله اساسا، بس دماغنا هي اللي بتحدد ان الحاجه اللي بتحصل دلوقتي دي تعتبر مشكله. يا صباح الفل او مساء الفل على حسب كده انت بتشوف الفيديو ده امتى. انا احمد البكر، ولو انت عايز تتعلم حاجه جديده او تشوف حاجه انت عارفها قبل كده بس بنظره مختلفه، فاحب اقول لك ان انت في المكان الصح. فاعمل بقى لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وسبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وتعالى لي بقى كده يا استاذ نكشف عليك ونشوف المشاكل اللي هي اصلا مش مشاكل مخلياك قلقان طول الوقت ليه. يلا بينا. وقبل ما اقول لك المشكله اصلا موجوده ولا لا، تعال نشوف هو ايه الواقع اصلا اللي احنا عايشينه. في الاخر الواقع اللي احنا عايشينه هو نظرتنا للحاجات اللي موجوده، فكل المشاكل اللي احنا عايشينها هو مجرد انعكاس لنظرتنا دي على الحاجات اللي بتحصل لنا. يعني مثلا كلنا متفقين ان المشاكل الماديه هي معناها ان انت مش قادر تسدد الحاجات اللي عليك، او مش قادر توفر اكل وشرب ليك وللناس اللي مسؤولين منك، فاحنا ساعتها بنعتبر ان دي مشكله. بس بغض النظر عن الحاجات اللي هتترتب على المشكله دي، وان انت فعلا مش هتكون قادر تجيب اكل ولا شرب، بس في الاخر المشكله هنا نفسها موضوعيه. يعني مش كل الناس هتشوف الحاجه اللي انت فيها دي مشكله، وفي ناس هتشوفها فرصه ان انت تقدر تعمل حاجات معينه علشان تحل المشكله بتاعتك دي. وخليك مركز قوي في الحته دي عشان هنجيب سيرتها في الاخر. احنا كبني ادمين الواقع بتاعنا هو عباره عن افكار ومبادئ كتيره جدا بتتحدد بقى عن طريق المجتمع اللي احنا عايشين فيه، او عن طريق مجرد ان احنا بس بني ادمين. وده بيساعدنا ان احنا ننظم العشوائيه الكبيره جدا اللي احنا عايشين فيه، وبنقدر نسمي الحاجات بمسميات علشان تسهل كده التواصل اللي ما بيننا. بس هل الواقع اللي احنا عايشينه ده هو واقع كده مطلق، واقع كده في العموم؟ ما اعتقدش، لا، لان زي ما قلنا هو الواقع ده نفسه بيتحدد ساعات بالمجتمع، او حتى الواقع المطلق بالنسبه لنا كبني ادمين هو مش واقع برضه مطلق كده في المجره كلها وفي الكون كله. والحاجات دي برضه ممكن نكون متفقين عليها، وبرضه ممكن تكون ده رايك انت الشخصي في الاخر، او نظرتك انت للحاجه دي ان هي مشكله. فكل شخص مننا العالم بتاعه مكون كده من عوالم تحته كتير، وهي عباره عن مبادئه وافكاره وتجاربه والحاجات اللي اتعلمها والحاجات اللي لسه بيتعلمها. فعلشان كده هتلاقي ان نفس الحفله اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، في حد شايفها حفله حلوه جدا واستمتع بيها واستمتع بوقته فيها، وحد تاني شايف ان هي لا، انا كان ممكن اعمل حاجه احسن من كده، بدل ما اروح الحفله دي انا ما انبسطتش، ما اكلتش اكل كويس، ما اتعاملتش مع ناس كويسه، او ما شفتش ناس كويسه، او ما طلعتش بحاجه معينه من الحفله دي. وزي برضو ما احنا كبني ادمين عندنا الواقع بتاعنا، عندك مثلا الحيوانات نفسهم عندهم الواقع بتاعهم. يعني زي مثلا الكلاب الواقع بتاعهم غالبا معتمد على حاسه الشم، هم مش هيفهموا كده زينا ولا هيكونوا مفاهيم ومسميات زي الرأسمالية مثلا او المشاكل الماديه. فبالنسبه له المشكله الماديه دي مش مشكله ومش هيقلق علشانها، لكن يبدا يقلق بقى لو حاجه اثرت على الاكل بتاعه، او اثرت مثلا على عياله، فساعتها دي بالنسبه له تكون مشكله. وطبعا في حاجات كتيره جدا مشتركه، بس في الاخر نظرتنا للمشكله المعينه مش زي نظره اي حاجه تانية او اي حيوان تاني عموما. وزي ما المشاكل اللي الناس شايفاها الكلاب مش شايفينها مشكله، بيننا احنا كمان وبعض كبني ادمين في ناس هتشوف حاجه مشكله، وناس تانية مش هتشوفها ان هي مشكله قوي، او مش هتشوفها مشكله اصلا. ومن هنا نقدر نقول ان في نوعين من الحقائق: حقيقه مطلقه واللي هي مفيش فيها اي نقاش ولا جدال، زي مثلا ان احنا مخلوقين من طين، او ان ربنا متحكم في كل حاجه، او ان مثلا هو عارف الغيب واحنا مش عارفينه. كل دي حاجات ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها، ما ينفعش ان احنا نديبيت فيها كده زي ما بيقولوا. بس في حقيقه تانية هي بتعتمد اكتر على نظرتنا للحاجه، فهي مش مطلقه ولا حاجه، هي موضوعيه بين كل شخص والتاني. ومع ان الحقيقه دي اللي هي ممكن تكون مشكله بتبقى حقيقيه جدا بالنسبه لنا، وممكن تخلينا قلقانين وما ننامش بالليل وما نعرفش اصلا نتعامل مع الناس بطريقه طبيعيه، الا ان هي في الاخر هي مجرد حاجه في خيالنا، هي مش حقيقيه زي ما احنا فاكرين، بدليل ان هي بالنسبه لناس تانية مش مشكله.
وساعات كتيره بتلاقي ان انت لو رحت حكيت لحد معين او حد بتثق فيه مثلا مشكله معينه عندك، هتلاقيه بيقول لك الحل بكل بساطه او بكل سهوله، لان هو مش شايف الحاجه اللي انت بتحكيها له دي على ان هي مشكله اصلا. ممكن يكون شايفك ان انت مزودها شويه او ان هي مش مستاهله كل القلق اللي انت عايش فيه ده، بس بالنسبه لنا احنا في ساعتها بتكون بجد مشكله حقيقيه. فتخيل معايا مثلا ان في مستثمر معين حاطط فلوسه في البورصه، كل الاسهم اللي هو حاطط فلوسه فيها خسرت بنسبه 20%. طبعا هيبقى مش قادر ومش قاعد على بعضه ومكتئب ومتضايق، وكل الوصف اللي انت ممكن تتخيله على اي حد عنده مشكله هتلاقيه موجود عنده. مع ان في ناحيه تانية في مستثمره تانية مثلا عانت برضه بنفس فكره ال 20%، بس هي شافتها ان هي فرصه ان هي تشتري اسهم اكتر. يعني احنا مثلا دلوقتي في مرحله النزول والاسهم رخيصه، ففرصه والله ان انا اشتري اكتر. فنفس الحاجه هنا ونفس الوضع بالظبط، حد شايف ان هو مشكله ومكتئب علشانه، وحد تاني شايف ان هو فرصه. وحاجه تانية كمان ان ساعات كتيره المشكله بتتسبب في مشاكل تانية. يعني نفس الشخص ده اللي خسر 20% جه بعدها باسبوع والاسهم اللي معاه زادت بنسبه 30%. يعني من الاخر هو كده في الاخر كسب 10%، فمفروض يكون مبسوط وسعيد، بس بتلاقيه هنا بيفكر بطريقه تانية خالص، وهي فكره هو انا ليه بقى ما استثمرتش اكتر لما السهم نزل ل 20%؟ مع ان هنا المشكله اتحلت وما بقاش عنده اي مشكله. ده بالعكس، ده هو هنا نجح ان هو يكسب 10% في الاستثمار اللي هو بيستثمره. بس دايما الشخص اللي بيفكر بطريقه سلبيه هتلاقيه دايما بيحاول على قد ما يقدر يطلع المشاكل حتى لو مفيش اي مشكله خالص. دايما بنبص على المشاكل ان هي حاجه لازم تتحل، وان احنا لازم نتدخل في المشكله دي عشان نحلها، علشان لو ما حليناهاش هي هتفضل المشكله موجوده للابد. بصراحه هو في مشاكل محتاجه مننا فعلا ان احنا نتدخل، بس في اوقات تانية كتيره ويمكن اغلب الاوقات المشكله هتتحل لوحدها. فكر كده في اخر مشكله كانت قلقاك وما كنتش عارف تنام بسببها، هتلاقي بعدها بيومين او 3 من غير ما اي حاجه تتحل ممكن تلاقي ان نفس المشكله دي ما بقتش بتسبب لك اي قلق خالص. ونفس الحاجه دي بتحصل معايا لما بقى قلقان جدا من مشكله معينه واقعد افكر فيها واقعد اشوف بقى كل السيناريوز اللي موجوده، ولو حاجه حصلت فانا هتصرف ازاي، ولو حاجه تانية حصلت هتصرف ازاي، وافضل باليومين 3 قلقان بسبب حاجه هي اصلا ما حصلتش. وممكن بعد اليومين 3 دول نظرتي نفسها تتغير للموضوع كله ولا يفرق معايا بعد كده، والله بقى ايا كان اللي حصل فانا هتصرف وخلاص. فنظرتي هنا نفسها اتغيرت، مع ان مفيش اي حاجه اتغيرت ومفيش اي وقت عدى كبير علشان اقول بقى ان انا نضجت اكتر او ان انا كبرت اكتر. لا، ده بس في خلال يومين 3 الحاجه اللي ما كانتش مخلياني اعرف انام بقيت عادي بالنسبه لي جدا لو حد جه يتكلم معايا فيها، ولا هبقى قلقان ولا هبقى خايف ولا هبقى اي حاجه. فركز كده كويس جدا على اي حاجه بتقلقك، وشوف اذا كان فعلا قلقك ده في محله ولا لا، واذا كانت فعلا المشكله دي موجوده ولا لا. وحتى لو فعلا المشكله موجوده بالنسبه لك او في نظرتك، فشوف كده اذا كنت عندك القدره ان انت تحلها ولا لا. ولو ما عندكش القدره سيب المشكله تتحل لوحدها وانت قاعد كده مريح بالك من غير ما تبذل اي مجهود. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وقول لي كده تحت في الكومنتس ايه اكبر مشكله كانت عندك وكانت قلقاك جدا ومش مخلياك عارف تنام وفجاه اختفت لوحدها من دماغك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.